صباح الخير، اهلا بكل مشاهدينا. يوم جديد من ايامنا في 10 الصبح، يا رب يبقى يوم جميل مليان بالحب والسعاده والتفاؤل والامل. صباح الخير يا يوسف. صباح الخير يا هند. ان شاء الله يبقى يوم جميل. بس امبارح كنا بنتكلم قبل الحلقه عن اللي حصل امبارح في حفله الفنان عمر خيرت. بالظبط، بنتمنى له الف صحه وسلامه ان شاء الله. امبارح كان عنده حفله ولكنه اصيب بوعكه صحيه فاتنقل على المستشفى وردوا قيمه الحفله للناس اللي كانت شاريه التذاكر. فطبعا بنتمنى له باذن الله ان هو يقوم بصحه وعافيه ويملى الدنيا فن والحان جميله اللي كلنا بنستمتع بيها. النهارده معانا موضوعات مختلفه كالعاده. هنبتدي بالفقره الاسبوعيه معانا ان هي الخاصه بالاثار المصريه، وهنتكلم عن اهم ملكات الفراعنه حتشبسوت، وهيكون معانا الاستاذ احمد صالح الخبير الاثري يتكلم معانا عن حتشبسوت. عندنا كمان فقرة مع المطرب والملحن الأستاذ علي إسماعيل، هنستمتع معاه بمجموعة من أغانيه وألحانه اللي هيعزفها لنا ويغنيها على الهوا معانا في أشرس. الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي لأكاديمية الفنون والمؤرخ الموسيقي هيتكلم معانا برضو عن الفن ومجال التاريخ الموسيقي والموسيقيين حاليا وفي السابق، وإزاي نقدر نرفع مستوى الموسيقى في مصر. دي فقراتنا النهارده اللي هنلتقي بيها مع حضراتكم في 10 الصبح. نطلع لفاصل ونرجع نواصل اللقاء ونبدا. لسه مش جاهزين. لا عموما طيب، عندنا مواضيع كتير ممكن ان احنا نتكلم فيها مع مشاهدينا. النهارده الصبح وانا يعني بستعد عشان اجي للبرنامج، كنت بسمع في قناه من القنوات مجموعه من الطلاب عاملين فكره حلوه جدا. هم طلاب في جامعه عين شمس، عاملين الكتب والمناهج والمراجع بتاعت الموجوده في الكليه بيعملوها بطريقه برايل. يعني هم بيكتبوها وبعدين بيدوها لسنتر بيحولها لطريقه برايل، بحيث انه زمايلهم واصدقائهم اللي موجودين معاهم في الجامعه واللي حرموا من نعمه البصر يقدروا ان هم يعني تبقى الامور سهله عليهم ويقدروا ان هم يقروا حتى ولو كتب خارجيه بعيده عن الدراسه. ودي فكره التكافل الاجتماعي، كلنا مع بعض نساعد بعض علشان في الاخر نكون عايشين في مجتمع منتج. الضعيف بيحس بالاقوى والاقوى بيحس بالضعيف وبيعطف عليه. يا ريت يبقى في كل المجالات، يعني زي ما هم عملوا كده في كل واحد في كل مجال، ويقدر يساعد اللي مش قادر ان هو يوصل للمعلومه او ان هو يقدر يقف على رجليه. يعني حتى الاصحاء تماما بيبقى عندهم برضه احتياجات، فلازم نقف كلنا مع بعض. ودي فكره جميله جدا من الشباب دول. يا ريت لو كل الشباب او حتى بكل الاعمار يعني يقدروا كل واحد يحس ان هو له دور في بلده جنب الشغل اللي هو بيعمله، حتى لو دور بسيط. لما بيتجمع مع بعض الادوار البسيطه دي بتعمل يعني تغيير شامل في المجتمع المصري اللي احنا محتاجين دلوقتي التغيير ده فعلا. ده حقيقي. فاكر يا ياسر السنه اللي فاتت كان في برضو حمله على مستوى الجمهوريه، وكانت حمله مصر دافيانه. لما وقت السيول واول ما دخلت موجه البرد القارصه، كتير من القنوات وكتير من الاعلاميين دعوا انه يبقى في تبرع بالبطاطين او قيمه البطاطين. ودي كانت ادخلت السعاده على كتير جدا من المواطنين خاصه في صعيد مصر، لانه يعني البرد بيجي فجاه وبيجي يعني، وكتير من الناس ما بتبقاش مستعده. فاحنا نبدا الحمله من بدري. وعلى فكره كتير برضو من الناس بتبدا تتكلم دلوقتي نبدا نجهز للشتاء اللي جاي علشان لما يجي الناس تبقى دافيانه في بيوتها. والصيف ويعني طول السنه المفروض يبقى طول السنه. واحنا في البرنامج كنا بنستضيف، فاكره يعني كذا مره استضفنا شباب عندهم افكار ازاي بيساعدوا المجتمع اللي هم فيه، بيروحوا المناطق العشوائيه بيحاولوا ينظفوا المنطقه، يساعدوا في ان هم يبنوا مشروعات صغيره بمبالغ صغيره للسكان في هذه المناطق. يمكن الناس كتير ما بتسمعش عن الحاجات دي يعني، بس لازم فعلا يلقى الضوء عليها علشان تدي امل وتدي حماس للناس الثانيه ان هي تشارك هي كمان. طبعا احنا نبص للنقطة دي ونقول انه اول حاجة بتستوعب طاقة الشباب، تاني حاجة بتشغل وقتهم بشكل كبير جدا، تالت حاجة بتخليهم يعملوا خير اللي بيفيد مجتمعهم وبيفيدهم هم ذات نفسهم في الاول وفي الاخر. نرجع للفنان عمر خيرت، كنا المفروض نطلع نشوف جزء من مقطوعاته الفنية. طبعا زي ما قلنا في بداية لقائنا النهاردة ان هو اصيب بوعكة صحية، بنتمنى له الشفاء. نطلع نشوف بقى تقرير عن الفنان عمر خيرت او اجزاء من موسيقاه، ونرجع نواصل لقائنا وفقراتنا النهارده في 10.